انا راجل زملكاوي ومش موافق على اللي حصل مع امام عاشور، وانت راجل اهلاوي متعصب. اول كف على القفا فتوح، كنت بتحبه وهو في الزمالك وبعد كده زيزو. ضد الصفقه كرمنا امام عاشور. فارق معاك الموضوع لما جه الاهلي؟ هو لاعب بلا اخلاق والله، هو راجل طلع يعتذر. ده شفت امام كان بيعمل ايه النهارده؟ قعد يهيص معانا وخد الترومبيته وقعد يطبل. يا باشا امام عاشور جاي ينور النادي الاهلي. امام عاشور الزملكاوي نفس مقلب كهربا. رجب بحة عامل معاكم شغل. رجب بقى ده تحت مين؟ انت عايز امام عاشور في الاهلي ولا لا؟ ناس تمشي وناس تفضل بروحها كسب احترامي. بتوع المبادئ بيقول لك امام عاشور شيكابالا كان جاي الاهلي 2007 وجاي بفلوس قد كده. فين المبادئ بتاعتكم لما تقولوا امام عاشور والاهلي ما عندوش مبادئ؟ تقول لي شيكابالا مش ده البطل بتاعكم والكابتن بتاعكم بيقول لك باقي الجمهور بس. فين الجمهور وفين المبادئ بتاعتكم انتوا اصلا؟ فين المبادئ؟ ما شيكابالا كان رايح الاهلي. بقول لك على حاجه، الاهلي كعب علي فوق الجميع والله. هو الجميع يا طارق لسه. الف مبروك يابا. الله يبارك فيك يا معلم. ايه كنت النهارده بتحتفلوا بامام عاشور؟ الدوري انت مع دخوله النادي الاهلي اساسا؟ عادي اهو، خش عادي. مفيش مشكله. لو في النادي وشتم اقول لك لا، لكن هو بره. انت لو في النادي ما يعتبش النادي. انا قصدي الناس كانت بتقول ان هو شتم جمهور النادي الاهلي شتم كله، بس لو جوه النادي مش هيعتبه تاني، لكن هو بره. قصدك ان ده كده ما يحسبش على النادي الاهلي؟ مش محسبش، هو اعتذر. بس بقى بص انا راجل زملكاوي ومش موافق على اللي حصل مع امام عاشور، وانت راجل اهلاوي متعصب. المفروض تقول لي موقفك ايه من الموضوع ده. انت عارف ده مين ده؟ انت عارف ده مين اساسا؟ عارف بس مش مهم دلوقتي، انت راجل. ايوه ايوه انا بقى زملكاوي دلوقتي، عاملني معامله الزملكاوي بعد اذنك. ايه اللي بيحصل فيك يا دلوقتي؟ استاذ يا محلل اقتصادي يا كبير يا اللي الناس كلها بتتابع. ايه اللي امام عاشور عمله ده؟ ما الناس بتتنقل يا عم وبيمشوا من نادي لنادي في هدوء وفي صمت، ولا ايه يا كاميرا؟ صح؟ احمد حسن مشي يا عم من الزمالك راح الاهلي، حد اتكلم؟ طب ما تقول لي نفسك انت زعلانين ليه؟ طب ما هو راجل عاملين له حمله وتيك وتاك وبتاع. الصراحة هو انا مش طالع- زعلان يا عم، كداب زعلان والله ما يا احمد زعلان. ابراهيم اصل انتوا زعلان. كنتوا بتغلطوا فيه وتقعدوا تتكلموا عليه وحش، وهو عندنا يا عم احنا راح عندكم بقى ملاك. يا أحمد كان أبو- عندنا احنا يعني وحش. يا احمد ابراهيم، اولا انا بتشرف ان انت موجود الله معانا يخليك، النهاردة. والله انا ليا شرف ان انا اقول رايي كراجل زملكاوي وانت راجل اهلاوي واحنا اصحاب يعني. طب بس بجد والله انت مش زعلان من امام عاشور؟ لا مش زعلان يا عم، هيروح في اللي هو عايزه، ربنا يكرمه بقى ياخد فلوس هناك. يلا يبقى يستلم كرة غلط والله يضيع كرة هتشتموه هتبهدلوه. انتوا اصلا قال لك نادي المبادئ يا اولاد الذين خلي بتوع بالك الاهلي. خلي بالك انت عندك جمهور وبتاع انا بقى انا راجل متحضر، فاهم؟ انا راجل متحضر، بس ليه بقى نعمل ضجة زيادة عن اللزوم؟ انت ايه رايك دلوقتي؟ خش معانا كده في النقاش عشان ما بقاش قطع. انت ايه رايك في انتقال امام عاشور؟ صفقة صح؟ كنت بتحبه وهو في الزمالك؟ لاعب لاعب هنشتغل لا، بعض. لعب والله العظيم انت حلو. بتضحك عليا. انت عندي في الزمالك. بص انت تعالى قول رايك. تعالى بسرعه بس بالتذكره. انت عارف انت بتتكلم مين؟ ايوه عارف، شفت على اليوتيوب احمد، عارف ده عامل له فولو كمان على التيك توك يا عم، عيب عليك. قول لي دلوقتي، انت دلوقتي يعني فارق معاك الموضوع لما جه الاهلي هو انا مش حابه، مش عاوز يجي الاهلي اصلا. طب يا عم راجل عيل بلا اخلاق اهلاوي احترم وما اهو. عندوش دم وشتم الاهلي وجه. ما تسخنش بس عشان احمد كهربا على فكره. يا احمد ابراهيم انت بتزعل جمهورك الزمالكاوي. لا انا مش زعلان والله، انا بشكر كل الجمهور اللي بيتابعوا فريسكا المحلل الرياضي العالمي، وشكرا للبرنامج واسره البرنامج والمعدين والمونتاج اخواتي وحبايبي. انا مبسوط ان انت الله معايا يخليك يا أحمد، حبيبي، والله انا قلت العظيم. اقول رايي بس كده على الماشي يعني، واتمنى ما حدش يزعل مني، انا بهزر يعني. يلا ربنا معاك حبيبي يا كابتن. ايه انت شايف صفقه امام عاشور ايه؟ والله يعني هي صفقه حلوه كجوه الملعب، لكن بره الملعب هو لاعب بلا اخلاق وشتم النادي، فانا عن نفسي مش حابب الصفقه. لكن كجوه الملعب هو هيأدي جوه الملعب، لكن بره الملعب هو لاعب بلا اخلاق، والاهلي بيقول لك دايما ان هو اكبر من اي لاعب. ما اعرفش هو جه ليه الصراحه، بس الناس اللي بتقول لك هو اعتذر والكلام ده، مهما اعتذر، ما انا شتمت الاهلي في الاول، اجي تاني ليه؟ ما انا اعتذرت، يا فرحتي بالاعتذار، ما انا شتمه. طب ما هو امام عاشور يا عم جالكم المدرج بقى التالتة شمال وبتاع. ما لازم يعمل كده، ما هو لسه جاي، ما لازم يجي ويقعد يعمل للجمهور كده عشان خاطر الجمهور يحبه. ما في ناس كتير، عدد كبير اكيد مش حبه، ومش كل الجمهور 100% حابينه. يعني انا واحد من الناس مش حابه، ولما جه ولا سقفت له ولا اي حاجه، انا مش حابه. في ناس جنبي كانت كده، وفي ناس كتير كانت مسقفاه ومدعمه ان هو موجود وحابه ان هو موجود، بس ليه بقى؟ عندنا في الزمالك، فاهم؟ هو كلاعب حلو، بس اغلبيه الناس عندي في الزمالك، فاهم؟ مش اكتر. طب انت شايف رجب بحة وان الاهلي بيكسب بالسحر والكلام ده؟ لا ده راجل على باب الله كده، ايه فكك منه خالص، ها؟ دي دماغه مهويه، قال لك بيكسب بالسحر، في حاجه عبيطه انا ساعتها بيكسب بالسحر يا جدعان. يعني الاربع تجوال دخلوا فيه سحر،
يعني بالعقل كده ناقل الكلمه. انا دخلت 4 تجوان، الاربعه سحر. وافريقيا بنكسب سان داونز بالساحل والكلام ده كله. يا عم ده راجل دماغه تعبان. سحري دي اصل بص، هو فرقته ما عملتش حاجه طول الموسم على الحديد المجيد، ما كسبتش، واللي كسبوهم في الدوري وخرجوا من افريقيا، فلازم اقول لك بالسحر. هيقول لك انت احسن مني؟ هنسالك على امام عاشور واللي حصل في الاستاد. ماله؟ ايه انا اسالك انت تجاوب. ايه رايك في امام عاشور؟ يعني صفقه امام عاشور الناس بتقول لك شتم جمهور النادي الاهلي ورموز الاهلي. ماشي شتم ماشي. انا ده واحد من ضد الصفقه. انت ضد دخول امام عاشور النادي الاهلي؟ طب النهارده كان يعني الناس بتستقبله استقبال كويس، انت شايف ايه؟ في ناس من ورا قلبها بس مع الناس مش عايزين يزعلوا مجلس اداره الاهلي يعني. يلا الحمد لله. طب انت شايف موضوع ان الاهلي بيكسب بالسحر وعم رجب بحه والكلام ده؟ بحة يروحوا يجيبوا بحة. الاهلي فعلا بيكسب بالسحر والاعمال والكلام ده؟ ما كانش كسب كل البطولات دي يعني، مش عشان ضربة جزاء اللي ضاعت بفرج ربنا عشان الاهلي تعب وياخد البطولة يقول لك سحر ومش سحر. يا عالمي حبيبي رجب بحه عامل معاكم شغل ها؟ زي الفل والله زي الفل. الراجل ده كان عامل شغل النهارده جامد قوي. السحر حاجه بس خد فلوس ولا ما خدش فلوس الماتش ده؟ الشهريه بتاعته ما خدهاش. ما عشان كده ما كسبتوش النهارده. لا الحمد لله احنا مبسوطين من الاهلي، واحنا طبعا في العالميه رقم 1 وهو ده جمهور الاهلي. امام عاشور وكهربا احنا هندعم اي حد لابس فانلة النادي الاهلي. الاهلي رقم 1 ويفضل رقم 1 الحمد لله. بس الناس بتقول لك شتم النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. بص يعني هو ايه اللي دخل مبادئ في حاجه زي كده؟ احنا واحد زي ده كان سنه صغير موجه يعني، البيت كله بيشتم وبيعمل، واحد زي ده اتربى على كده. بس ان شاء الله لما يجي النادي الاهلي هيعرف الصح فين وهيمشي على طريق النادي الاهلي عمره ما يغيره. طيب الناس اللي بتقول لك النادي الاهلي بيكسب بالسحر والشعوذه لا يا باشا ده مفيش منه، ده خلاص الملوخيه وصلت للسما. يعني انت شايف ان المستشار مرتضى منصور ينفع يقول كده اصلا؟ لا 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 بص، هو خلاص السن لما بيكبر ما تقدرش تعتب على حد. خلاص 70 سنه ولا 60 ولا 80 سنه واحد زي دوت هيقول ايه؟ 94 سنه هيقول ايه اكتر من كده؟ ده لو بيعترف باخطائه هينجحوا ويكسبوا. بس هم ما بيعترفوش باي حد، هم بيبصوا بس للنادي الاهلي بيعمل ايه وما بيعملش ايه. يا ريت يتعلموا ويروحوا بس كده ياخدوا دراسه في النادي الاهلي يعني ايه اداره، دي اهم حاجه. طيب النادي الاهلي هيعمل السحر في كاس العالم؟ والله اتمنى والله لو الراجل بحه دوت يعني نتعاقد معاه نديله فلوس ولا حاجه. عندنا ماتش تقيل مع مانشستر سيتي. لا ان شاء الله باذن الله هنعمل بطوله كويسه ان شاء الله باذن الله. يا باشا نكلمه في التليفون دي سهله يعني، نكلم الباشمهندس الموسيقار ناخد رقمه نخلص معاه، يمضي معانا سنه ولا سنتين تمشي معانا ان شاء الله. حبيبي ربنا يخليك. حبيبي سعيد ربنا يخليك. انت اهلاويه؟ اهلاوي؟ النهارده كسبتوا؟ كسبتوا ايه؟ كسبنا مع كهربا. ايه؟ 1-1 مع كهربا. ايه ده؟ 1-1. هو 1-1 كده؟ ولا كده ولا كده ولا ايه؟ كده. كده؟ الواحد اهو. الواحد اهو. كده. ايه رايك في امام عاشور؟ حلو. انت عايز امام عاشور في الاهلي ولا لا؟ تحب مين في الاهلي؟ الاهلي. كهربا. كهربا؟ وانت؟ بحب الاهلي وكهربا. وكهربا؟ وحسين الصحيح. وحسين الشحات؟ ماشي يا اهلاوي، الف مبروك. جاي من الاستاد طبعا. الحمد لله فزنا الحمد لله بالدرع الدوري وكرمنا امام عاشور في الاستاد، والحمد لله اللعيبه كلموه والجمهور دعمه جامد، دعمه وفضل الجمهور يشجعه والحمد لله يعني. انت مع صفقه امام عاشور؟ صراحه انت بتبقى رايي انا الشخصي. لا ليه؟ انا من جمهور النادي الاهلي وبحب جمهور النادي الاهلي وما بحبش حد يشتم على جمهور النادي الاهلي، وهو شتم على جمهور النادي الاهلي. طيب انا عايز اسالك سؤال. شفت ايه رايك في رجب بحه؟ راجل سيادة المستشار مطلع عليه اللي هو الراجل بيعمل اعماله وبتاع والكلام ده. الكلام ده حقيقي اساسا؟ لا الاهلي بيكسب بالسحر؟ لا مفيش الكلام ده خالص، لا والله. بس ان شاء الله صفقه هتنجح وهتفيد النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. انت راضي عن صفقه امام عاشور؟ اكيد طبعا راضي، احنا في عصر الاحتراف دلوقتي. بس بعض الناس بتقول لك ان هو شتم رموز النادي الاهلي. والله هو الراجل طلع يعتذر مفيش اي مشكله. الراجل طلع يعتذر عادي يعني، زي ما اي حد بيعتذر عادي.
هو مش هربان يعني من الاهلي عشان خاطر اللي هو زي قصه رمضان الصبحي والكلام ده. لا دي شيء ودي شيء. استقبال امام عاشور النهارده كان ازاي؟ كان ممتاز ان شاء الله، كان ممتاز الحمد لله. قابلتوه استقبال كويس؟ الحمد لله قابلناه استقبال كويس. هو حبيبي يا علم. اهلاوي ولا زملكاوي؟ اكيد اهلاوي. ايه يا عم التناكه اللي انت فيها ما دي؟ تناكا، انت شفت الاحتفال النهارده؟ شفت امام كان بيعمل ايه النهارده؟ انت مع صفقه امام عاشور اساسا؟ في اي حاجه اي حاجه، سيبك من اللي هو هيمشي يجي الاهلي ويمشي، لا دي استحاله. هو راجل هيقعد وهيكمل وهيظبط الدنيا. وبعدين زي ما انا ما قلت لك امام عاشور بقى انت مع وجوده جوه النادي الاهلي؟ يا باشا، امام عاشور جاي ينور النادي الاهلي. نور النادي الاهلي؟ طب والناس اللي بتقول لك القيم والمبادئ؟ قيم ومبادئ على انه على راسنا، احنا نادي قيم ومبادئ وبنحترم اي حد واي حد بيحترمنا. هو بص مش عايزين نوضح، هو المنبع اللي كان فيه هو اللي كان بوظ الدنيا. هو كان بيشوفهم بيقولوا ايه، بيقولوا ورا. ما عندهم الاسطوره اللي كان المفروض هو مات اصلا من سنتين، هو اللي بوظ الدنيا. الاسطوره بتاعتهم دي كان ماضي عندنا على فكره، كان ماضي. مين ده؟ الاسطوره كان ماضي في الاهلي؟ تمام. المرحوم. بس الراجل يجي عند جماهير الاهلي ويعمل كده. والنهارده ابراهيم القاضي، طب تاريخه ايه ابراهيم القاضي ده؟ بتاع الحرس، لعب في اسوان ولعب في الحرس يعني تقريبا طالع من ناشئين الزمالك برضه. ابراهيم القاضي جاي يعمل جماهير الاهلي كده ويضرب كهربا. طب تقول له ده ايه بقى؟ تقول له ايه؟ طيب ايه رايك في موضوع رجب بح؟ مين؟ رجب بح. انا ما سمعتش عنه قبل كده. بيقول لك نكسب بالسحر والشعوذه. حصل. كنا كسبنا الوداد النهائي اللي قبل اللي فات. يعني انت مش مع فكره ان الاهلي بيكسب بالسحر؟ انا بقول لك يا عم السحر ايه؟ السحر زي ما احمد شوبير قال امبارح، قال لك السحر في المتعه واللعب اللي بيقدمه النادي الاهلي. انما فين السحر؟ هو ده السحر في الاهداف والاجوان. هدف كهربا في السحر السوداني واخد احسن هدف في دوري الابطال. السحر بص، السحر بتاع الاهلي في البطوله الجايه امام عاشور. وزي ما انا ما قلت لك في كفين لسه هيجوا. اول كف على القفا فتوح، وبعد كده زيزو، وهيجوا برضك عن طريق الكباري والانفاق والشغل ده. انت كده اهلاوي رخم. فل. اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا زملكاوي الحمد لله. توجه رساله لامام عاشور؟ ممكن نقول له اسمع كلامي، انا جنب النادي ده وعمري ما همني اسامي. ناس تمشي وناس تفضل بروحها كسب احترامي. انا مش بريء لو كان حبك هو اتهامي. ايوه اتهامي. كمل. انا مش بريء لو كان حبك هو اتهامي، دي للزمالك. امام عاشور. امام عاشور دخل قعد جنب محمود الخطيب، نزلوا فيه شتيمه بقى. مين اللي نزلوا في الشتيمه؟ كان في بقى ناس تبع الزمالك وبتاع، فنزلوا فيه شتيمه. كان في شويه كده تبع الزمالك شله يعني كده قاعدين مع بعض. فالمهم بقى امام عاشور جه وبتاع، نادينا عليه وبتاع، وجه يا امام عاشور يا امام عاشور، جه يعني وقعد معانا وبتاع، وقعد يهيص معانا وخد الترومبيته وقعد يطبل وبتاع وهصنا معاه وبس. يا راجل. والله. امام عاشور الزملكاوي؟ عادي. بس قعد معاكم في ايه؟ ما قعدش معانا يعني، جه معانا التالتة شمال وغاص معانا وبتاع وزيطناه وكده يعني. اليوم كان حلو جامد. وانت مع صفقه امام عاشور ولا لا؟ لا. ليه؟ ما بحبوش. امال ناديت عليه ليه؟ زي ما بينات بقى خلاص، ما هو جه الاهلي بقى مننا. طيب اسالك سؤال، انت شفت يا عمك رجب بحه؟ ايه رايك في الحوار ده؟ لا ده مرتضى زياط يعني عادي. لا بجد والله مرتضى زياط يعني، هو راجل شغال مقاول ولا مش عارف ايه، هو بنا اساسا ملوش علاقه باللي بيحصل ده كله. بس يعني مرتضى منصور قال لك الاهلي بيكسب. مرتضى منصور زياط على طول كده كده يعني. اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي جدا والله. عاجبك؟ لا يا راجل. والله عاجبك. شايف امام عاشور ايه؟ لا صفقه والله، صفقه حراقه جدا. حراقه ازاي؟ العظيم صفقه موت. هتولع الدنيا في متعوبه دي. نفس مقلب كهربا. شفت الكهربا نفس الحوار فعلا. والله نفس الموضوع. برضه قعدوا يقولوا لك كهربا مقلب مننا عليهم مالك مرتضى عايز تقول مرتضى ايه؟ ما قلتش حاجه يا عم. انت بلعت لسانك. انت اللي بتقول يا جدع ما يجيش على ما شاء الله. لا بس عشان الرقابه بقى وبتاع. كان واقف مقلق منك. بس هو قال يعني. قال ايه؟ قال يعني ان ده مقلب وده قفا مننا لكابتن محمود الخطيب، طبعا ده قدوتنا، وقعد يقول لك مش عارف ايه بس احلى مقلب. لا يا راجل والله العظيم. لا ولسه امام كمان لما يلعب. والله يا لهوي يا لهوي، ده هيلعب. مش شمتان في الزمالك. ده موضوع كبير. لا يا عم اشبت في مين؟ اشبت في فرقه محترمه زي الزمالك برضه، ما ينفعش. مش عارف ليه حاسس ان انت بالسالك والله. ما كلنا بقى عشان انت فاهم يعني. يلا بس بقول لك ايه، الواد امام جاي هياخد رقم كام بقى تفتكر انت؟
انا مش عارف ممكن والله. ياخد رقم كام؟ كام؟ لا ممكن قول انت. انا بسالك كام؟ حلو 8. ماشي نديله 8. نديله 8. تمام. الواد برضه حمدي فتحي. طب بس اسالك والله سؤال، ايه رايك في شغل ان الاهلي بيكسب بالسحر والشعوذه والكلام ده من زمان. ده؟ لا يا معرفش راجل. كده ولا ايه؟ لا والله. لا مش عصام الحضري كان محضر عفريت جن صغير أيوة كده كان بيبقى اسمه معاه إزازة كده اسمه جامايكا. كان بيبقى معاه ازازه وبيكتب على مش عارف اسمه ايه بحة ده، الشيخ ده مغربي معانا من زمان. والله ده ايام كوتوكو. ايوه واحنا بناخد بطولات بالسحر وبتاع. لا يا عم، بطولات ايه وسحر ايه؟ الكلام ده مفيش منه يا عم. ربنا يعفو عنه. مين بس. ربنا يهديه ويصلح حاله لنفسه بقى. والله انا بقول لك ايه، انا عاجبني ابراهيم سعيد. ماله ابراهيم؟ والله العظيم مكيفه. معاه سجلات جامده قوي. والله انا كنت قاعد معاه قعده عرب كده، في وسط قعده انا وابراهيم سعيد، في وسط الكلام كده راح قايل مروه بتاعت الزمالك هنا في المهندسين، مش الزمالك في المهندسين. هتخلص علينا. مين؟ انت. مين اخلص على مين؟ هتخلص عليا انا. ليه؟ هتقفل لي القناه وهشتغل. اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي الحمد لله. شايف تتويج النادي الاهلي النهارده باللقب؟ هو كان لقب غايب بقاله يعني موسمين، بس الحمد لله هو رجع لبيته يعني، وده الطبيعي. انت مع فكره امام عاشور جوه النادي الاهلي؟ انا كلاعب هيفيد الفرقه ان شاء الله، بس انا يعني كشخصيا انا شايل من لعيب كده، بيبقى هو بقى حسب كل طبيعه شخص وكل طبيعه بني ادم يعني. وهو غلط يعني وتاسف ودي حاجات برضه الكوره يعني وارده. وبعدين احنا كنا بنقرا بركات وكنا بنقرا سيد معوض والناس دي كلها لعبت في انديه كنا احنا يعني ما بنطيقهاش، وجت حققت عندنا الحاجات المطلوبه منها وبتاع، وبقينا دلوقتي شايلينهم فوق دماغنا. يعني انت مع امام عاشور جوه النادي الاهلي؟ طبيعي. طب ايه رايك في عم رجب بحة؟ رجب بحة ده بتاع مين؟ سيادة المستشار يعني احنا مش هو الراجل ده راجل يعني بيقول حاجات يعني عن نفسنا، هنقول ايه؟ طيب ما هو راجل كبير برضه ولازم الكلام اللي بيقوله لازم نبقى واثقين فيه. ما ممكن الاهلي يكون بيعمل كده فعلا. انا المستشار برضه من الناس التقيله. ايمن لا. انت مقلق ولا ايه؟ اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. زملكاوي. انت شايف صفقه امام عاشور مع الاهلي؟ هي صفقة بالنسبة للأهلي صفقة كويسة، لأن من بعد حمدي فتحي مشي الأهلي محتاج يدعم نص الملعب، بالذات إن القندوسي والضوي كولر مش مقتنع بيهم قوي يعني. وامام عاشور صفقة كويسة بس مش هتفيد الأهلي قوي برضه، لأن امام عاشور بتاع لقطة يعني، مشي من الزمالك على أساس إن هو يحترف. هو كلنا عارفين من الزمالك ليه؟ عشان يرجع الأهلي، بس هو مش أهلاوي طبعا، هو زملكاوي من أبناء الزمالك، حتى لما كان بيشتم الزمالك لما كان في الناشئين لسه. فهي صفقة كويسة للأهلي، بس بالنسبة لامام عاشور لا، يعني هو خلاص امام عاشور اتعرف يعني. في صفقه اقول لك ايه، النادي هو اللي هيدي للاعب زي زيزو، الاهلي مش هيدي لامام عاشور حاجه. امام عاشور خلاص اتعرف وبقى كويس، فهو رايح الاهلي كلقطه ومش هينجح مع الاهلي. بس انت زعلان؟ مش يعني لا، يعني انا زعلت على كهربا اكتر من امام عاشور، ان كهربا كان مع الزمالك، هو امام عاشور كان مع الزمالك كويس، لكن كهربا كان على ذمه الزمالك، راح اعاره بعد كده رجع الاهلي. لكن امام عاشور احنا بعناه خلاص يعني، احنا بعناه الاهلي اشتراه واشترى المبلغ اللي احنا بعناه اكتر منه كمان. طيب انت توجه رساله للعيبه الزمالك لنادي الزمالك؟ يعني يبدا خلاص الموسم الجاي فتره الاعداد دي، لان احنا عندنا بطوله كويسه، البطوله العربيه خلاص، الدوري خلص، قدامنا بطوله الكاس اتاجلت للموسم الجاي على ما اعتقد. يعني ركزوا في البطوله العربيه، يعني هي الباقي من الموسم ده وبطوله الكاس، بس بطوله الكاس زي ما بقول لك اتاجلت، مفيش غير البطوله العربيه. ولكن البطوله العربيه مش هينفع نخش فيها بالسكواد ده، لازم تدعيمات، لازم معنويات جديده للفريق. بس الزمالك ناقصه ايه؟ ناقصه رئيس نادي، يعني ده اللي اقدر اقوله. قولا واحدا. رئيس نادي زي ما انت شايف، يعني هي باينه قوي كمان، يعني كل لما الفريق يبدا خلاص يتحسن، حاجه كويسه بتتعمل يطلع يهد كل حاجه، هو عايز كل حاجه ليه هو.